سألتش نفسك قبل كده ليه ناس كتير جدا بتصلي وبعدها بترتكب ذنوب على طول، مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ هبدأ لك بقصة حصلت مع واحد اسمه زين العابدين. الراجل ده كان لما يتوضى كان يبان عليه الخوف جدا، فلما يسألوه مالك ايه اللي حصل كان يرد عليهم ويقول لهم اما تدرون امام من سأقف. يعني الراجل كان يخاف جدا ويترعب ويبان ده على وشه بمجرد انه رايح يصلي. تعال لي بقى انا وانت لما نروح نصلي تلاقي التفكير ما بيحلاش غير في الوقت اللي انا وانت رايحين نصلي فيه. تلاقي نفسك بتفكر في الجمعيه بتاعتك او في المشروع اللي عاوز تعمله انت وواحد صاحبك كمان 10 سنين، او في تفاصيل المسلسل اللي انت بتتابعه. وبكده يبقى ما فيش خشوع في الصلاه، فما تتقبلش، فما تمنعكش من الذنوب. احد العلماء بيقول لو قبلت لنهتنا عن الفحشاء والمنكر. وربنا سبحانه وتعالى بيقول قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اتمنى تكون استفدت حاجه من الفيديو ده وفهمت انا قصدي ايه، وتكون عرفت ايه اللي ناقصك في صلاتك علشان تتقبل وتمنعك من الذنوب. وبس كده، ابعت الفيديو بقى لاصحابك اللي بتحبهم علشان كلكم تقربوا من ربنا سبحانه وتعالى ويصلوا صح بعد كده. وانزل بقى تحت اعمل لي لايك وفولو وشير وظبطني وروق عليا علشان اللي جاي احسن ان شاء الله.